كنت بمارس الفاحشة مع بنات الجن، وقطعت القرآن نصين ولبسته ومشيت عليه. استغفر الله العظيم يا رب. عشت في أغرب وأرعب بيت ممكن تعيش فيه. لما كنت صغير كنت بشوف حاجات غريبة ومرعبة جدا. كنت بشوف خيالات واسمع أصوات مفزعة جدا خارجة من أوضة أبويا، واللي كنت بخاف أقرب ناحيتها بسبب الأصوات المفزعة اللي كنت بسمعها. كنت بكلم حيوانات ويكلموني. حكايتي أغرب من الخيال، ولازم تعرف نهايتي ايه. نهايتي لوحدها غريبة، وعشان تعرف اصل الحكاية فضلا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تشوف الحلقات الجديدة باستمرار. بسم الله، يلا. ابويا كان حد غريب جدا، ولما كان يقعد معانا ياكل كنت بشوفه انه بياكل اكل غريب غير اللي احنا بناكله. كان بياكل لحمه بس غير اللحمه اللي كنا بناكل منها. لحمه ريحتها كانت مقرفه جدا، وكنت بشوف الدود مليها، وابويا كان بياكل وهو مستمتع عادي. حاجه غريبه جدا كنت بشوفها في ابويا. كنت الاحظ لما كان بيشوف طفل قدي كان بيبص له بصات غريبه ويفضل يشم فيه زي الكلاب لما تشم اكلها. ودايما كنت اشوف امي بتبص لابويا نظرات كره، بس ما كانتش تقدر تفتح بقها. وفي مره سمعتهم بيتخانقوا في اوضتهم، وسمعت صوت صرخة أمي، ومن يومها ما بقتش تفتح بقها ولا حتى تبص في عين أبويا من الخوف. كنت كمان بشوف ناس كتير بتيجي لأبويا، رجالة وستات وأطفال، بيدخلوا له الأوضة بيفضلوا بالساعات جوه. وكنت بسمع أصوات صريخ جوه، واسمع أبويا بيزعق وبيتكلم مع حد. نبرة الحد دي كانت نبرة صوت مفزعة جدا، ولما كان يخرج اللي دخل أسمعه بيدعي ويبوس إيد أبويا. بعد سنة على الحال ده، لما كنت في حدود ال10 سنين، جه يوم وتعب فيه جدا. ندى عليا وقال لي عايزك يا داوود. أخدني أوضته وقفل الباب، وبعدها قعدت جنبه وبدأت أبص له وأسمع كلامه. وقال لي أنت جه دورك يا داوود، أنت هتورث مني مهمتي، هتكون قوي جدا، الناس هتخاف منك، ما تخافش من حد، هيكون لك خدام كتير هيسعدوك. ما كنتش فاهم كلام أبويا، بس بعد اليوم ده أبويا مات. محدش كان بيحب ابويا، عشان كده لما طلع يدفن محدش طلع وراه. وكنت بسمع الناس تشتم فيه. انا كنت بشوف خيالات واسمع اصوات مفزعه، بس من بعد موت ابويا ما بقتش اسمع حاجه. كل الاصوات والخيالات سكتت، بس بقيت اشوف حاجات غريبه بس من نوع تاني. ستات جميله جدا في الشارع كانوا بيظهروا لي بالليل، وكنت اسمع صوتهم بينادوا عليا. طلعت ليهم في مره وبداوا يكلموني، قالوا لي انهم هيدوني كل اللي بحلم بيه. اي حاجه هقول عليها هتتنفذ، بس بشرط ان اروح جبل وابعد فيه 40 يوم عن الناس. وقتها انا كنت عندي 10 سنين، لسه طفل. طلعت الجبل من غير نقاش لاني كنت مجذوب. مشيت بالليل من غير ما اهلي يحسوا بيا، وهناك لقيت بنات حلوين جدا مستنيين. اول ما شافوني قالوا لي هتختلي بنفسك هنا 40 يوم، ممنوع انك تحط في جسمك اي ميه طاهره، تفضل على نجاستك، اوعاك تقول اي ذكر، اوعاك تنطق كلمه فيها الله، هتصلي على نجاسه عكس اتجاه القبله. نفذت كلامهم وكنت بمارس الفاحشه مع نساء الجن. فضلت 30 يوم اصلي عكس اتجاه القبله واسبح استغفر الله العظيم يا رب باسم ابليس، لحد ما جه اخر يوم في الخلوه. البنات قالوا لي امسك المصحف ومن عند سوره الكهف اقسم المصحف نصين، وحط نص على رجل اليمين والنص التاني على رجل الشمال، والبسهم زي الحذاء، وامشي والف وانا لابس المصحف، وافضل اسبح باسم ابليس. ولما كملت كده بقيت اشوف الحيوانات تتكلم معايا، بقيت اشوف كائنات شكلها مفزع قوي. ولما خلصت ال40 يوم رجعت بيتي. هناك لقيت 3 رجاله. اول ما دخلت البيت مسكوني وكتفوني وودوني عند شيخ، بس طلع دجال. لما شافني صرخ في وش امي والرجاله اللي كانوا ماسكيني، وقال خرجوه بره، ده معاه اتباع ابوه من الجن ومش هقدر عليهم. انا كنت معايا 7 من الجن الاقوياء، لكن الدجال كان معاه جن واحد بس ومش هيقدر على اللي معايا. عشان كده صرخ وقال اخرج بره. رجعت البيت وامي حبستني جوه. كنت بسمعها وهي بتدعي عليا ان انا اموت او ربنا يهديني وما امشيش في طريق ابويا. كانت بتدخلي الاكل وتقفل عليا، بس الجن كان بيظهر لي ويقول لي ما اكلش منه. وكانوا بيجيبوا لي نفس اللحمه اللي ابويا كان بياكل منها، لحمه معفنه وريحتها مقرفه ومليانه دود. لما اكلت منها مره اشتهيت ليها تاني مش عارف ازاي، وطلبت من الجن ان عاوز منها تاني. فهم قالوا لي اخرج بره وجيبها بنفسك، دي لحمه كلاب وقطط ميته. قلت لهم هخرج ازاي، انا محبوس هنا. فالجن فكني وخرجت من غير ما امي تحس بيا، وزي المجنون كنت بصطاد القطط والكلاب واموتهم واكلهم. فضلت على الحال ده لحد ما بنات الجن ظهروا لي وقالوا لي اني اسافر لبئر برهود، البئر اللي سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام قال لي عليه انه اشار ماء على الارض. معرفش سافرت ازاي، الطريق طويل جدا، بس اول ما خرجت من البيت ومشيت شويه لقيت نفسي هناك عند البئر. الجن هم اللي اخدوني على هناك في لمح البصر. وهناك عند البئر الجو كان ضلمه قوي، وسمعت اصوات غريبه حواليا. ولما وصلت عند البئر ظهر ليا كلاب خارجه منه، كلاب ضخمه وسودة قوي وعيونهم حمرا، كانوا بيبصوا لي. كائنات شكلها زي القرود بس ليها قرون في وسط راسهم. اتلموا حواليا وكنت خايف قوي برتعش في اللحظه دي. وجه في بالي ايه الكرسي، كنت هراها بس ظهرت لي بنت وقالت لي
اياك تقولها هتتلاقي. وبعدها وشها اتحول لشيطان مفزع، ما استحملتش شكله فوقعت من طول، ولما فقت لقيت نفسي مرمي بعيد عن البئر. رجعت البيت وهناك امي لما شافتني فضلت تعيط وتقول لي ليه يا ابني السكه دي، حرام عليك، كفايه ابوك مات ملعون، ابعد وارجع لربنا. كلامها ما كنتش متاثر بيه، حاسس ان انا نفسي مش قادر تسيطر على نفسي، في قوه غريبه هي اللي بتتحكم فيا وهي اللي بتمشيني. ولما رجعت البيت فضلت في اوضتي كام يوم، وبعدها ظهرت لي بنت من بنات الجن طلبت اني اسافر لمنطقه تهامه، فقلت لها دي منطقه بعيده قوي، فقالت لي احنا هنوصلك ليها في ثواني. منطقه تهامه دي منطقه في اليمن، ما علينا. وفعلا خرجت من البيت بالليل ومشيت شويه على رجلي لحد ما لقيت نفسي عند الجامع. وعند الجامع كان في راجل عجوز لقيته جاي لي وكان عارف اني فرحان، وقال لي على اذكار كلها تبجيد في ابليس. فضلت قاعد 3 ايام في المسجد، وبعدها الشيخ قال لي هتروح لضريح ابن علوان، قال لي ان هروح عشان استلم اعمال ابويا واخد الكرامات. خدت طريقي للضريح ابن علوان، وهناك لقيت ناس كتير عرفت انهم سحر بيجوا للمكان ده كل سنه عشان يتعلموا السحر من الجن. وانا واقف وسط الناس لقيت قبر ظهر فجاه، صليت زي الناس وعلى ايات من الكتاب حد اداهولي وقال لي ان ده قران، بس ما كانش قران، دي كانت ايات من القران بس محطوط فيها اسماء من الجن وابليس. وصلاتنا كانت مش في اتجاه القبله، كانت القبله على الضريح بتاع ابن علوان. فضلت هناك 15 يوم، ولما خلصوا شيخ من الشيوخ او ساحر جالي وقال لي انت كده اخدت البركه واخدت كرامه ابوك وخلاص تحصلت على الاجازه منهم بعمل الشعوذه. وطلب مني اني اجي كل سنه للضريح واذبح راس من الغنم باسم ابليس، ومن هنا تبدا معاناتي الحقيقيه. ما تقلقش هكمل لك الحكايه، بس فضلا اعمل لايك واشترك في القناه عشان تشوف الحلقات الجديده، وقول لي رايك في التعليقات، الموضوع ده فارق معايا جدا. يلا بسم الله. لما كنت عند ضريح ابن علوان وقبل ما ارجع بيتي، الشيخ اللي قال لي انك خلاص اخدت كرامة ابوك وبقيت من المبروكين اللي عندهم كرامات، قال لي ان في 3 كتب ومذبحة وخاتم، دول بتوع ابوك واللي خلاص جه الوقت ان استلمهم، عشان بالكتب دي هسخر الجن والخدام. فرجعت البيت ولما وصلت قلت لامي ان عايز كتب ابويا والمذبحة والخاتم، فهي قالت لي ان ابوك قطع الكتب دي قبل ما يموت والمذبحة والخاتم حرقهم خلاص. انا كنت عارف انها بتقول لي كده عشان مش عايزاني امشي في طريق ابويا، وغير ان عارف مكانهم وقلت لها انا عارف انك خبيتيهم مني وهوصل لهم. وبالفعل وصلت ليهم بمساعده من الجن، هم اللي قالوا لي على مكانهم. كانوا 3 كتب، كتاب المندل وشمس المعارف والجفر ومذبحة وعطر. والعطر ده بعطر بيه المذبحة قبل ما امسكها عشان اوهم الناس ان راجل صالح. كنت بسبح باسم ابليس والجن، مش بسبح باسم الله، استغفر الله العظيم يا رب. بعد ما اخدت الكتب ال3 ظهر لي في الليل بنت من بنات الجن وقالت لي ان اروح مغاره اختلي فيها بعيد عن الناس ل40 يوم عشان اقابل كبير الروحانيين. وفعلا في الليل مشيت على مغاره وهناك فضلت اقرا الكتب. كانوا كتب سحر اسود وتحضير للجن، بس هم اوهموني انهم كتب هتوصل لي ان اكون روحاني وليا شأن كبير قدام الناس. بعد ما قرأت بعض التعويذ وسبحت بذكر معين بجمد فيه ابليس، ظهر لي شيخ لابس ابيض ودقنه طويله وبيضه، كان مظهره حلو جدا وريحته طيبه. الشيخ ده قرب مني وقال لي عاوز تكون ليك شأن عظيم؟ رديت عليه وقلت له عاوز يكون ليا خدام. الشيخ ده انصرف ورجع تاني يوم، وكان معاه ناس منظرهم حلو جدا وقال لي ان دول هيكونوا خدامك. حسيت وقتها بفرحة غريبة إن الناس دي هتعمل لي حساب وهكون بينهم شخص صالح، لكن طبعا الحقيقة غير كده. اللي ظهر ليا ده مش شيخ صالح ولا كبير الروحانيين، ده إبليس. وكان في شروط لازم أعملها، أولها إني ما أصليش ولا أكون على طهارة ولا أقرأ القرآن، ومسموح لي أن أقرأ بعض الآيات لكن أضيف عليها اسم كهكهيل وسمسهيل. ودول قالوا لي أو أوهموني إنهم 2 إخوات صالحين لكن ملوك من ملوك المرضة الجن، وطلبوا مني إني أشق المصحف نصين مرة تانية من عند سورة الكهف وألبسهم على رجلي وأفرش بعض من أوراق المصحف على الأرض وأمارس الفاحشة وأنجسه. فضلت على كده سنين وكل يوم بكبر وبمارس السحر وأشد أنواع السحر. الناس كانت بتجيلي من كل مكان، كنت بعرف الشخص اللي جاي لي ده من غير ما يعرفني على نفسه. قدامي هم اللي بيقولوا لي مين ده وجاي ليه وجاي منين وجاي عاوز ايه. طبعا لما الشخص ده بيشوف اني قلت معلومات عنه مستحيل اعرفها غير لما يقولها، كان سهل عليه يقع في المصيدة ويصدق ان حد مبروك، لكن في الحقيقة غير كده. الحقيقة ان خدامي بيعرفوا المعلومات دي من قرين الشخص،
كل واحد فينا عنده قرين يعرف حاجات ما يعرفهاش الشخص عن نفسه. زمان امي عرفت اني لقيت الكتب، ولما رجعت من الخلوه فضلت تبكي كتير، ووقتها كان عندي 20 سنه. لما شفت منظرها وهي بتعيط اخدت العهد اني مش هشتغل تاني في السحر، لان وقتها امي كانت خايفه عليا وبتعاني من اللي بيحصل لي. وهنا قررت اني اسافر السعوديه اشتغل. كان سنه 1982 تقريبا، وقعدت في مدينه جده لكن ما لقيتش شغل. بس في يوم جالي واحد يمني يعرفني وعرف ان ابويا شغال في اعمال الروحانيين، فقال لي ان في واحد سعودي عنده مراته مش بتخلف، وقال لي لو قدرت اعالجها هاخد فلوس مش هحلم بيها. ومن هنا بدات ادخل في دوامه العلاج بالشعوذه. رحت للراجل السعودي ده، هو كان تاجر كبير وعنده محلات. قدامي قالوا له كل حاجه عنه وعن مراته. الراجل انصدم وقال لي اجي معاه بيته. قعدت عنده 3 ليالي، في الليله الواحده كان بيدفع لي 3000 ريال سعودي. خدامي كانوا بيجيبوا لي اعشاب وكانوا بيقولوا لي احضرهم ازاي، وكنت اديها للسعودي عشان مراته تشربها. وبالفعل بعد شهور الراجل السعودي قال لي ان مراته شفيت وبقت حامل، واداني فلوس كتير وشغلني في محل من محلاته الخاصه بالملابس الجاهزه. وخلال 3 سنين قضيتها في الشغل معاه، السعودي ده خلف 3 اولاد. وطبعا هو كان معتقد اني سبب في الخلفه، لكن طبعا ده كان امر من ربنا وانا ماليش دخل فيه. استمريت في الشغل في السعوديه وتعرفت هناك بالشيخ المبروك، حتى ان زوجة داعية سعودي كبير عرفت بكرامتي وجات لي عشان عايزة من كراماتي دي. وبدأت استقبل اعداد كبيرة من السعوديات، وكانوا بيجولي يطلبوا مني مساعدتي وبركاتي عشان يتمكنوا من الطلاق من ازواجهم. ومنهم اللي بيطلبوا مني انهم يكونوا محبوبين من الناس. كلهم كانوا بيدفعوا لي فلوس كتيرة جدا. بعد 4 سنين رجعت اليمن وقابلت كبير السحرة النمرود. الزيارة دي كانت وقت زيارة ضريح ابن علوان، وانا راجع بيتي في الطريق ظهر لي في الخلاء شيخ عجوز. قال لي زرت بئر برهوت؟ قلت له ايوه زرته بس ما دخلتوش. قال لي لانك ما جبتش المطلوب، هات راس من الغنم يكون ذكر لونه اسود واذبحه، وانا هخلي لك النمرود بنفسه يحضر هنا. جبت راس الغنم الاسود الذكر وذبحته في نفس المكان اللي قابلت فيه العجوز. بعدها العجوز ده فضل يقول كلام غريب بصوت عالي ويرقص ويتنطط، وبعدها قال لي تهيأكم للصلاة. سجدت على الارض عشان بعدها اشوف واحد كان ليه وقار وكان قاعد على كرسي. صوته كان زي الصور، ولما يتكلم الارض تزلزل تحت رجليه. مشيت ناحيته وسجدت عند رجليه وهو حط رجليه فوق راسي. كل يوم عن يوم بيزيد انغماسي في عالم السحر لحد ما وصلت لسن 50. وفي يوم جالي واحد وقال لي ان بيته بيحصل فيه حاجات غريبة وطالب مساعدتي. رحت معاه، وقتها كانت الدنيا ليل. كان بيته من 4 أدوار. بمجرد ما دخلت حسيت بتعب شديد، جسمي مسقع وحاسس بدوخة وتنميل جامد في راسي. حاسس ان انا عايز انام، فطلبت من الشخص اللي جابني بيته ان عايز انام. فاستغرب من الطلب بس وداني في شقة في الدور التاني وقال لي ممكن انام في الأوضة دي. نمت، ومجرد ما حطيت راسي على المخدة فوق وكنت شايف نفسي ميت. لكن انا ما كنتش شايف نفسي، انا فعلا كنت انا الميت بتغسل وبعدها اتكفنت واتشلت على خشبة لحد ما رحت القبر. وسمع الناس بتشتمني وبتلعن فيا. وبعدين اتحطيت جوه القبر. الجو ضلمه وساقع قوي، كنت مرعوب مش قادر اتحرك. بعد كده جالي ملاكين شكلهم فزعني. كنت عايز اصرخ بس مش قادر. الملاكين سالوني ما دينك، ما ربك، ما الرجل الذي ارسل فيك؟ مش قادر اجاوب. بعدها اتسحبت عشان الاقي نفسي في مكان واسع جدا. كان في حاجه بتغلي قوي زي القطران محطوطه في قدر كبير. كان قدامي القدر ده في سجاده حمراء بشكل مرعب من النار. في نفس الملاكين اللي ظهروا لي واقفين عند القدر والسجاده. قالوا لي اتوضى من القدر اللي ميته بتغلي. رجعت بخوف عشان لو حطيت ايدي هتسيح. ما حطيتش ايدي فيه، وكنت لسه ههرب لقيت ايد طلعت من الارض. ايد حديد مسكتني ماسكه، حتى حسيت عظم ايدي بيتكسر ورفعوني فوق للهواء. الايد دي كانت عاوزه ترميني في القدر اللي بيغلي. صرخت جامد صرخه حسيت ان حلقي انقطع من شده الصوت. في اللحظه دي فقت عشان الاقي صاحب البيت جاي جري عليا. سمع صوت صريخي وقال لي فيك ايه؟ قلت له خليني لوحدي انا تعبان شويه. فقال لي طب نبخر او نعمل اي حاجه على ما تيجي. قلت له مفيش داعي. رجعت انام تاني وفقت عشان اشوف ابويا واقف في نفس المكان اللي كنت فيه، المكان اللي كان في القدر اللي بيغلي والسجاده والملاكين، وانا كنت في مكان عالي وشايفه واقف تحت. لقيت ابويا بيقول لي اهرب يا ولدي. قلت له اهرب فين؟ قال لي اهرب، لسه في وقت تصلي وفي وقت تستغفر، توب لربنا وارجع لطريقه. في اللحظه دي فقت، انتفضت من على السرير ورحت اتوضى، بس جسمي كان تقيل واترميت على الارض وكنت حاسس بسكاكين بتقطع جسمي كله ومش مخلياني اروح اتوضى. جيت على نفسي لحد ما رحت الحمام واتوضيت. اخدت اتجاه القبله
وبدأت أصلي. كل ركعة أركعها وكل آيات من القرآن أنطق بيها كان جسمي وقتها بيطلع دم. كملت صلاة والشياطين بدأت تتشكل قدامي، بنات جميلة بترقص حواليا. بس كملت صلاة والفجر وقتها أذن، وخرجت من الأوضة ورحت لصاحب البيت وقلت له يلا نصلي الفجر. استغرب بس راح معايا، وأنا بصلي حسيت بالراحة أول مرة أحس بيها، راحة بال وهدوء نفسي وسلام أول مرة أحس بيهم. راحة البال والسكينة اللي حسيت بيهم وأنا ساجد لربنا ما تتوصفش. قلت له يا رب مش خارج للطريق دي تاني، واقبل توبتي. وتعهدت أمام نفسي وربنا إن طريق السحر ده مش همشي فيه تاني. رجعت البيت وهناك لقيت ابني مريض، حرارته سخنة وبطنه منفوخة ووشه شاحب ومراتي بتعيط ومش عارف اعمل ايه. الشيطان ظهر لي وقال لي ارجع واسجد لي عشان ابنك يخف. استعذت بالله من الشياطين واستعنت بالله. لقيت الشيطان غضب وبعدها لقيت مراتي بتصرخ. ابني مات ووراه ابني التاني مات، عيالي 2 ماتوا، ما فضليش غير مراتي. كانت مراتي وقتها حامل في الشهر الثامن، وفي يوم تعبت بعد موت ولاد الاتنين بأيام. بطنها نزلت وما بقاش ظاهر عليها علامات الحمل. رحت لدكتور وقال لي الجنين مش ظاهر. رحت للشيخ ومجرد ما قرأ عليها القرآن شكلها اتغير وبقت تتكلم بصوت راجل، وفضلت تقول ارجع لنا يا داوود والا هتخسر مراتك كمان. بكيت وفضلت ادعي ربنا وانا شايف مراتي بتصرخ وجسمها بينزف دم وعينيها اتشالت من مكانها وماتت. خسرت عيالي ومراتي، خسرت كل حاجه، بس كسبت ربنا وكسبت توبه نصوحه. انا دلوقتي بقيت في طريق ربنا وبعلم الناس انهم يعرفوا ازاي ان اللي رايحين له ده ساحر ولا شيخ. وبحذر اي حد بيسمع حكايتي ما تروحش لساحر، كلهم كفار مش عارفين ربنا وهيأذوك مش هيساعدوك. اللي هيساعدك ربنا وكتاب ربنا، غير كده كفر وضلال. الحكاية دي حقيقية مش من نسج الخيال. الساحر اسمه داوود محمد فرحان، وهتلاقوا مقابلة ليه مع الشيخ نبيل العوضي بيحكي تفاصيل مرتبة جدا عن حياته. بنوصل لنهاية حلقتنا، أشوفكم على خير.